قصيدة هجاء بعنوان رسالة من بشار إلى المقبور حافظ الأسد. هلا حضرت يا أبي فأنا وحيدا في قصري ولا أقوى على مواجهة الرياح. قلت لي قبل أن ترحل إن ضاقت علي أن أصدر أوامري بزهق الأرواح، وأقطب حاجبي وأنظر بقرف لمن حولي وأقول لهم كفاكم صياح، فماذا تريد أكثر من ذلك؟ فلقد اتخذت قرارا بأن تشرق الشمس كل صباح، وأن تعلق صوري كبيرة ملونة في الطرقات والساحات، وطلبت ذلك بإلحاح. كفى مظاهرات وشغب، فبثينة قالت لكم بأنني سأبدأ بسياسة الانفتاح. الأرض وما عليها لرامي، والسماء لحافظ، وما بينهما لي ولأسرتي، أليس ذلك بالنجاح؟ اقطعوا لسان الحاقدين والحاسدين لي، فأينما توجه موكبي ألقى أعراسا مزيفة وأفراح، وأعناق مشرئبة نحوي، ووجوه باسمة، وأغاني تطرب، وأكواب تطرق بأقداح. هلا حضرت يا أبي فأنا رقيقا، وصبري بدأ ينفذ ولا أقوى كثيرا على النباح. رائحة الدماء تثير رغبتي بالقتل، وعطش أنا دائما ويقول بأني سفاح. أطبق وصاياك بحذافيرها، وعليه استدعيت محمدا وعليا وإبراهيم، وأعطيتهم ما توفر من سلاح، وأطلقت أيديهم في القتل والسلب والنهب، تطبيقا لنظريات مطورة في الكفاح. وأخصهم في العطايا والمزايا والثناء، وأقلدهم الأخضر من الوشاح. ضاقت علي يا أبي والقلق سيد الموقف، والخوف أن تقلب أيامي أتراح. أسماء تراودني أن أرحل وآخذها عبر البحار، فهنالك لنا قصورا كثيرة وبيدها المفتاح، وبالمكابرة أبقى أسيرا ولا أدري هل أصطحبها ولا أكبح لها جماح. أخاف يا أبي أن أحاصر فيما حولي، وتبدأ الثورة بتنفيذ الاجتياح لقصور الملأ بالمصوغات والحلي، وما غلا من النفائس والحلوى والأعناب والتفاح، وألقى مصرعي مدرجا بدمائي، أو أن أشنق أو أضرب بالرماح. لعنة الله عليك يا أبي لما أوصلتني إليه، ولما أصبت هذه الأمة من جراح.